انا جايه اقول لكم النهارده ازاي ننضف الجمبري من غير ما نفتحه، وازاي نطلع السلسله اللي فيها رمل اللي بتضايقنا في الاكل بسهوله جدا من غير اي افتكاسات ولا اختراعات. كل اللي هنحتاجه هي خله سنان بس او عود شيش طاووق. نجيب الجمبريه بتاعتنا، نعد 3 عقل من عند الراس الاول، العقله بتاعه الراس، العقله التانية تالت عقله. ندخل الخله بتاعه السنان او الشيش طاووق اهي في تالت واحده، ونشد بالراحه، هيطلع معانا الكيس الرملي ده بكل سهوله من غير ما نفتح الجمبري. دي اسهل واسرع طريقه تشيلوا بيها الكيس الرملي ده. وعايزه اقول لكم لو عايزين تفتحوا باتر فلاي بالسكينه بقى، بعد ما نشيل الكيس الرملي ده نشق الظهر بتاعه ونسيب الراس والديل زي ما هو، ونضغط عليه من النص كده عشان يبقى باتر فلاي. لو حابين بقى تنضفوا وتقشروا الجمبري، دي احلى طريقه. بنشيل الراس الاول، وبعدين الجزء اللي فيه الرجلين من النص ده، وبعدين تضغطوا ضغطه بسيطه خالص على طرف الديل من تحت وتشدوها، هتتشال القشره معاكم كلها بسهوله. بعدها بقى تستخدموا برضو خله السنان او سيخ الشيش طاووق وتشيلوا الكيس الرملي، ودي اسهل طريقه. وطبعا لما بقشر الجمبري ما برميش القشر ولا الروس بتاعته. لو عايزين تعرفوا بعمل بيهم ايه اكتبوا لي في الكومنتس. باي.